أشهد أن لا إله إلا الله. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ ده آخر صلاة فجر ليا في الحرم هنا، فيا رب كده يكتبه لنا على طول وما يحرمنا من زيارة بيته يا رب. اللهم آمين يا رب. وعقبالكم يا جماعة، وعقبال كل مشتاق ويرزقكم الزيارة الجميلة دي والله بجد. يعني أتمنى إن كلكم تطلعوا عمرة، ربنا يفرجها عليكم ويفرجها على كل الناس. اللهم آمين يا رب. بصوا يا جماعة، بداية كده ما لا يشكر الناس لا يشكر الله. أنا كل يوم بعد الصلاة، بعد ما أخلص الصلاة أقعد مع نفسي، فكان بيلفت نظري دايما العمال. يعني أنا أقعد مع نفسي كده كل يوم لازم يلفت نظر العمال وقد إيه بيعاملوا ضميرهم في نظافة المكان. والله يا جماعة لو تراباية أقسم بالله مرمية على الأرض يوطوا ويشيلوها بضمير بمزاجهم، ما فيش حد شايفه. يعني ممكن يكبروا دماغتهم ويعملوا ما هوش من، بس يعني سبحان من زرع في قلبهم حنية إن ينظفوا المكان. واللي يستاهل الشكر بجد حقيقي يعني فعلا، وربنا يجعل في ميزان حسناتهم هم العساكر بتوع الحرم. اقسم بالله يا جماعه والله العظيم يتعب وتعب وفيهم كميه طيبه وحنيه فوق ما تتخيلوا، فوق الوصف بجد. في ناس هتقول لي دول كل شويه اقوم من المكان ده واقعدوا في المكان ده. طب تخيلوا معايا كده بالله عليكم يا جماعه، لو سابوا كل واحد يقعد هنا بمزاجه وينام هنا ويحطوا شنطته هنا يشيل ما اعرفش ابنه يحطه هنا، تخيلوا المكان هيبقى فيه زحام قد ايه وهيضايق المعتمرين، والمكان هيبقى زحام ومش هتحس بالروحانيه اللي بتمتعك بالمكان وبتحسها هناك. انا احكي لكم على موقف حصل معايا، والله حصل معايا الموقف ده. انا بروح الحرم بشبشب بلاستيك، شبشب رخيص عادي يعني فك. فالمهم الشبشب ده انا حطيته في مكان وخرجت، فتلاقيت واحده نايمه اخده شبشب ده وشبشب حد تاني وحطاه تحت دماغها ونايمه ونعسان مكبره دماغها. فاجى العسكري قال لها امي يا حاجه، امي يا حاجه طريق يا حاج، قمت ترفع له عين واحده كده وتبص له وما تسالش عنه وتقوم نايمه تاني. فانا عايز امشي، النشوه واقفه بره مستنياني وهتقعد تقول لي اتاخرت كل ده لما وتقلق عليا. فالمهم بقى ايه، فقمت قال له طب سيبها انا هتعامل معاها، هي مصريه زي بقى هنفهم احنا مع بعض. قلت لها شوف يا حاجه يلا. المهم قامت بص لي كده فعرفت بقى ان انا مصري، قامت رافعه دماغها وقامت ماسكه الشبشب بتاعي، قامت قال لي هو ده الشبشب اللي انت قالب على الدنيا؟ ده شبشب بلاستيك. فالمهم هي بتقوم كده عشان هي تمشي تروح، فقامت رافعه تحت بطها كده ومطلع شبشب بصبع بلاستيك اوحش من بتاعي. قلت لها اسم الله عليك يا حاج، يعني حاسبه على الاديداس اللي انت لابساه. العسكري قاعد مات على روحه من الضحك. حقيقه يا جماعه والله العظيم العساكر دي بتتعب. انا ببقى قاعد قسما بالله وانا عليهم مراقبهم واقعد ابص من بعيد لبعيد وحنينين وبيهدوا وبيقعدوا يسيسوا الناس. اي نعم بيجي عليهم لحظه بيشدوا، ده احنا كناس عاديين لو عندنا عاملين حفله او مناسبه سيبنا الحفله كده جهجهوني الحفله او اليوم بيبوظ، ما بالكم دول ناس مسؤولين عن ملايين الناس، لازم يبقى في حديه شويه وبيبقى في مسيسه شويه. فلازم فعلا يا جماعه والله العظيم يا ريت اهل السعوديه يسمعوا الكلمه دي، يعملوا يوم يبقى تكريم للعساكر والعمال النظافه والعالم اللي بتقوم بتامين المكان ده. بجد لازم حاجه زي دي تتعمل. الحمد لله خلصنا عمرتنا ان شاء الله، وطول ما فينا نفس باذنك يا رب هنيجي تاني ان شاء الله باذن الله.